بكلامي ده أنا مش جاية أحسس أي أم بالذنب ولا أقول لها إن أنتِ السبب في إن ابنِك أو بنتِك بيعملوا الbehavior اللي مش عاجبِك، بس باقول لِك إنه أنتِ اللي في إيديكِ القرار، حتى لو كان قرار صعب. كل ما أنتِ من الأول بتلحقي ده وبتفهميه إن ده مش هيشتغل عليَّ يا حبيبي وما فيش تلفزيون، خدت منه الشعور الوِحِش اللي هو هيحسه وحاساه أنا. بتلاقوا في احترام لrules البيت عشان من الأول هي كانت محطوطة. أنا، أنا أهم حد في حياتي، وجاية أعيش في الدنيا تجربتي أنا. ما اقدرش اغير حاجة في الحياة غيري انا، بس في نفس الوقت انا ولا حاجة. انا جزء من كل انا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعيه، بس كله من نفس المصدر. انا ناوية استمتع بحياتي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست وانا يارا. بالمناسبة انا ام لطفلين 3 سنين وسنة. مش بدعي اني خبيرة في التربية ولا بدعي اي حاجة، انا واحدة بس بتسأل على انستجرام كتير قوي وجاية ارد على كام حاجة، وردي ده بيزد على الاكسبيرينس بتاعتي وعلى اللي بلاحظه وبشوفه حواليا. مفيش شك ان جيلنا كأمهات عنده وعي رهيب بالصحة النفسية وسيكولوجية الأطفال، وحابين نسمعهم ونتكلم معاهم، مش عايزين نزعق، مش عايزين نعيد أساليب قديمة أجيال كبيرة كانت بتعملها. إحنا شُفنا بعد كده التوابع اللي عملتها علينا كأجيال لمّا كبرنا نفسيًا يعني. فإحنا واخدين بالنا جدًا من الحتّة دي، وسُميّت بعد كده تربية إيجابية أو أيًا كان المسميات. المشكلة في نظري أنا جات لمّا في أمهات ما فهمتش الفكرة كويس أو ما طبّقتش الفكرة كاملة، خدت الجزء بتاع نفسية الطفل واحترام رغبة الطفل والتعامل معاه كإنه شخص وليه آراء، ونسيت الجزء بتاع التربية، بتاع إن على فكرة أنتِ اللي متحكمة، على فكرة أنتِ اللي في إيدِك القرار، مش هُم اللي سايقين العربية، أنتِ اللي سايقة العربية لحد سِن معيّن. طبعًا التربية حسب مراحل العمر بتختلف تمامًا، يعني أنا pro جدًا إن مع الحرية التامة عن سِن معيّن، يعني في حاجات كده أنا لا يمكن لمّا ده رأيي دلوقتي، الله أعلم بعد كام سنة هاغيّر رأيي والّا لأ، بس إنه أنا كيارا خدت حرية في حياتي وحاجة باقدّسها، فربنا يدّيني الصحة يعني ناوية أعمل ده مع ولادي، إن أنتم خلاص بقيتوا عاقلين كفاية، أنا حاطة فيكم كل الأساسيات اللي أنا عايزة أزرعها، بعد كده بقى دي حياتكم. لكن من اللي أنا الphase اللي أنا فيها دلوقتي واللي باتسأل عليها هي مراحل السن الصغير. زي مثال، أنا مش باحب أفرّج ولادي على التلفزيون. الtopic ده مهما أي حد كان عنده رأي فيه وقاله بأي طريقة هيعمل جدل، وفي أمهات بتجد triggered جدًا منه، ولو أم بتفرّج بتحس إن الأم اللي بتقول لها أنا مش بافرّج إن أنتِ أم وحشة، مع إن هي بتقول أنا مش بافرّج. فأيًا كان أنا مش هادخل في topic ليه بافرّج أو ليه مش بافرّج. بافرّج لمّا أكون ابني عيان ومش بيتحرك من على الكنبة أكيد بافرّج، ما هو أنا مش باقول إن أنا إنسان آلي، أنا باقول إن أنا في العادي في يومنا الطبيعي دي مش حاجة أنا باعرضها أو باوافق عليها بسهولة. لمّا الجدود بتفتحها باسيبها، باحاول أقلِّل، باحاول ألهيهم، باحاول آخُدهم أنقّي هيتفرّجوا على إيه، بس يعني ساعات بيحصل مواقف إن أنا ما باعرفش أتحكّم، بيكون ابني مع حد تاني بيتفرّج وهكذا. مش باعمل قبْل النظرة في الأوقات اللي أنا ممكن خلاص أعدّيها، بس في حياتنا الطبيعية مش بافرّج. ييجي لي سؤال، يارا إزاي مش بتفرّجي ولادِك على التلفزيون؟ زي ما يكون الطفل اللي عنده سنتين والّا سَنة حتى هو اللي بيقوم يفتح التلفزيون بالريموت، ما هو أنتِ اللي فتحتيه. مش باقول لِك إن أنتِ وِحشة، أنا باقول إن أنتِ اللي فتحتيه، أنتِ اللي خدتِ القرار، أنتِ اللي في إيديكِ تقولي آه أو لأ. أنتِ خدتِ القرار عشان فاكرة إن ما عندكيش حل تاني، أو إن هو ابنِك مش هيسكت غير كده، أو إن ابنِك مش هياكل غير وهو بيتفرّج، فأنتِ اللي خدتِ القرار based على القناعة دي. لو أنتِ مش عايزة ما تفتحيهوش والله لو عمل إيه. يعني أنا مشكلتي إن الأمهات بتبقى خايفة جدًا على مشاعر ولادها، وخايفة على رَد فعله وهو هينهار لو أنا ما فتحتوش، فبتقول أو بتقتنع إن هو ده الحل الوحيد، فبتاخد الحل ده وتبدأ تتساءل إزاي يا أم تانية أو إزاي مثلًا تسأل حد professional إزاي ما أفرّجش ابني على التلفزيون؟ هو أنتِ قرار، أنا هاقفل التلفزيون. والله عايز تتفلق، عايز تعيط، عايز تخبط دماغك في الحيطة، عايز تعمله اعمله.
أنا هادّيك حلول تانية، هادّيك options تانية، هاقول لك يالّا نلعب، يالّا ناكل، يالّا ننزل نتمشى، يالّا نعمل أي حاجة. ده دوري. لو عايزة إجابات لإيه تعملي إيه مكانها، ده سؤال تاني. بس السؤال بتاع إزاي مش بتتفرّجي على التلفزيون، أنتِ اللي إيديكِ، أنتِ اللي بتفتحي التلفزيون أو أنتِ اللي لأ. أنتِ اللي ممكن تخفي الريموت، أنتِ اللي ممكن ترمي التابلت ما تشحنيهوش تاني. أنتِ اللي بتقرري أنا ناوية فعلًا أعمل الحاجة دي والّا لأ. ده مثال واحد لحاجة الأم بتبقى فاكرة إن الولاد هي اللي أجبرتها، مع إن ما حدش أجبرِك. هو حل سهل على فكرة يعني أنا في الأيام اللي كان حسين عيان فيها وكنا بجد عايشين اليوم كله على التلفزيون، كنت باقول في سري ياه! دي الحياة سهلة أوي. طبعًا مش سهلة، أنا قصدي إنه في حاجة لهِته عني وخلّيته مش قاعد بيزن ومش قاعد فوق دماغي وقاعد باصص لها بس كده. فطبعًا هي حل سهل وسريع، لكن هو قرار أنا عايزاه والّا لأ. عايزاه على طول والّا عايزاه أوقات أحتاجه أستعمله كسلاح في أوقات، طيارة، بتاع، والّا ده الطبيعي بتاعنا، والّا يعني أنا اللي باحط الrules للبيت بتاعي، أنا اللي بامشّي ولادي مش هُم اللي بيمشّوني. أنا اللي باقرر الأكل النهارده كذا. فرّقوا ما بين إن أنا باقول خليكِ أم قاسية أو أم مهملة أو أم حازمة. أنا دوري إني أنا موفّرة لك في الوجبة كذا صنف، في كذا حاجة ممكن تاكلها. هتقول لأ والله أنا عايز nuggets كل يوم، هاقول لك لأ، ما هو أنا اللي متحكمة. المشكلة إن الأم بقى، على فكرة ده والله العظيم مش نقد للأم، أنا فاهمة الغريزة بتاعة الأمومة اللي هو لأ ابني وجعان وما أقدرش أسيبه. بس أنتِ بتأذيه على long يعني long run. فهو دلوقتي خلاص كل مرّة هيبقى عارف إن هو مش عاجبه الأكل، هيدبدب شوية، هيعيط شوية، ماما كده هتاني وهتعملي nuggets. خلاص بقت كل يوم. فأنتِ بعد سَنة تروحي بقى لحد متخصص في الأكل تقولي له: "أنا ابني مش بياكل غير ده، حاولت معاه كل حاجة وعملت كل حاجة هو مش بياكل." أنتِ ما عملتيش كل حاجة، لإن أنتِ اللي خدتِ القرار بتاع أنا هاعمل له اللي هو عايزه، عشان هو حرام جعان وما كلش حاجة من الصبح وكذا. مع إن لأ، هو أنتِ ال زي ما باقول دايمًا أنتِ اللي في كرسي السواق، أنتِ اللي سايقة، أنتِ اللي ممشية المركب. ده طفل عنده سَنة، سنتين، 3، 4. كل فترة دي هو ما يعرفش مصلحته، هو عايز اللي هو عايزه، اللي هو شايف إن ده طفل عايز nuggets طبيعي. لا فاهم بقى عناصر غذائية، ولا فاهم إن هو بُقُّه بيتعوّد على أطعمة مختلفة، ولا فاهم كل الحاجات اللي أنتِ فاهماها كأم وعايزة تطبّقيها. فأنا فاهمة إن في حاجة اسمها picky eater وفاهمة، بس قصدي إن من الأول خالص أنتِ صاحبة القرار بتاعة هتضعفي وهتضعفي إمتى. ما هو الطفل لمّا بيعيّط بيشوف آخره، بيشوف آخرِك أنتِ قصدي، بيشوف آخرِك. أنا هاعيط، هاصرّخ، هادبدب، هانزل في الأرض، هابدأ يعني ماما إمتى هتدّيني اللي أنا عايزه، وبيبدأ يفهم pattern هو أذكى منِّك ألف مرّة، فبيفهم إن ماما بتاخد لها 10 دقايق كده وبعد كده بتعمل اللي أنا عايزه. فأنتِ لمّا تقولي أنا حاولت معاه وعرضت عليه عشان هو كده عارف إن هو جاي له اللي هو عايزه، فهو سايبِك تقولي اللي أنتِ عايزة تقوليه. آآ مش فارق معاه، أنا هاقعد أعيط لحد ما في الآخر مش هاكل لمدة كام ساعة وهتعملي nuggets. بكلامي ده أنا مش جاية أحسّس أي أم بالذنب ولا أقول لها إن أنتِ السبب في إن ابنِك أو بنتِك بيعملوا الbehavior اللي مش عاجبِك. بس باقول لِك إنه أنتِ اللي في إيديكِ القرار، حتى لو كان قرار صعب، وحتى لو عواقبه مش لذيذة، يعني عياط، صريخ، سين قدّام الناس وهكذا. بس كل ما أنتِ من الأول بتلحقي ده وبتفهّميه إن ده مش هيشتغل عليَّ يا حبيبي وما فيش تلفزيون وشخبط بقى على إيدك، شوف لك حاجة تسلّيك، بس ما فيش تلفزيون. هيبدأ هو من الأول خلاص فاهم الboundaries من البداية، فده بيسهّل عليكِ أنتِ حياتِك على المدى البعيد. في مثلًا أمهات ممكن تقول أنا حاسة بالذنب عشان كل الأطفال مثلًا بتاكل حلويات وهو مش بياكل. لسه شايفة فيديو لدكتور باكي على إنستجرام بتقول إن كلمة شعور بالذنب في الcase دي، ده تفسير غلط أو يعني كلمة مش في محلها. ده مش ذنب. الشعور بالذنب إن أنا أكون باعمل حاجة عكس مبادئي، يعني مثلًا ضربت حد، فأنا حاسة بالذنب إن إيه ده لأ دي مش أخلاقي، أنا مش باضرب حد. لكن لمّا أمنع ابني عن السُكّر علشان هو مُضر، ده مش عكس مبادئي. الشعور الصح اللي يوصف الحالة دي إن أنا عايزة أحس مشاعره، هو دلوقتي هيكون زعلان عشان هو مش هياكل زي الناس اللي حواليه، فأنا خدت
خدت منه الشعور الوحش اللي هو هيحسه وحاساه انا، مع ان ده مش دوري. والله انا كأم خدت القرار اللي يرضي ضميري، اللي المفروض ما يخلينيش احس بالذنب. هو هيتضايق، فهو هنا عنده مشاعر ان هو مضايقه. هو لازم كطفل او كبني ادم او كاي حد بقى عاقل او كبير او صغير اللي يتعامل مع مشاعره دي. يا اما وهو طفل هيبقى لسه مش فاهم، هيبقى لسه عنده تانترمز، هيبقى لسه بيعيط، او لما يكبر يحاول يريجوليت مشاعره ويشتغل على الحاجه دي مش مشكلتي انا. كأن انا كأم خدت منه مشاعر ان هو هيزعل وحطيتها عندي وحسيت بالذنب ان دي انا ام شريره. ده مش ده الشرح الصح للوضع ده. فانا لو هاخد اي قرار حتى لو يبدو قاسي او يبدو غير اللي حوالين ابني او بنتي بيعملوه، انا لازم اكون عارفه ان انا باخد القرار ده aligned مع اعتقاداتي، فانا عارفه انا ليه بعمل كده وما احسش بالذنب، لانه زي ما قلت لكم الذنب لازم يبقى جاي من حاجه عكس اللي انا مآمنه بيه. فقيسي على ده اي حاجه انت عايزه تعمليها مع ولادك من هما صغيرين جدا. انت اللي بتقرري. بتلاقوا بجد اطفال متربيين على حاجات معينه وعندهم سيستم في البيت وعندهم حاجات بيحترموها، عارفين ان مامتهم لا مثلا احنا بنرجع طبقنا، بننام في وقت معين، يعني بتلاقوا في احترام لرولز البيت عشان من الاول هي كانت محطوطه. والام ما ضعفتش انه والله اصل ابني مش هياكل غير لو عملت كذا، ابني مش هينام غير لو عملت كذا. هي مش عايزة قسوة قلب على قد ما عايزة بس انك تاخدي القرار وتبقي قده وتستحملي كده شوية في الأول، وهتلاقي ان هو خلاص ده بقى السيستم، ده بقى الطبيعي، وبقى ده العادي في بيتنا. يعني انتوا فعلا مش تتخيلوا كم الحاجات العادي في بيوت كتير أمهات بتبقى حاطة رولز معينة عكس كل الناس اللي حواليهم. في أمهات مثلا بتكون آه مع البيئة جدا، فمثلا لا يمكن تكون بتجيب بلاستيك، لا يمكن تكون بتجيب أكل مصطنع، وتلاقوا الولاد ماشيين على السيستم ده عشان هي كانت فعلًا حاجة مهمة عند الأم والأم طبّقتها. لو الحاجة دي مش فارقة لِك خلاص ده حوار تاني، يعني لو أنتِ مش فارقة معاكِ الحاجة دي، فأنتِ خلاص والله هو الولاد عملوا كده فإحنا مشينا وراهم وخلاص، خلاص مش فارقة معاكِ. لكن لو حاجة فارقة لِك وحاجة في الbeliefs بتاعتِك، في الcore values عندِك، حاجة أنتِ شايفة تأثيرها على المدى البعيد سواء كان أكل أو رياضة معيّنة، lifestyle معيّن، تلفزيون مش تلفزيون، أيًا كان. لو هي فارقة معاكِ أوي يبقى ركّزي إن أنتِ فعلًا أنتِ القائد، أنتِ اللي بتديري البيت، أنتِ اللي سايقة العيلة، أنتِ اللي لسه في إيدِك قرار طول ما هُم أطفال صغيرين جدًا وما يعرفوش الصح من الغلط، ما يعرفوش مصلحتهم فين، فأنتِ اللي في إيديكِ كل حاجة. فنرجع لسؤال إزاي مش بتفتحي التلفزيون لحسين. من وهو صغير جدًا عمرها ما كانت option على الترابيزة. يعني عمري ما إنه هنعمل إيه، خلاص هافتح تلفزيون، مهما كنت يعني أي حاجة حتى لو خلاص هانزل آخده وننزل، يعني ده مش option على الترابيزة، فهو ما بقاش شايفه option. يعني مش إن هو إيه ده أنا زهقان فماما أنا عايزة أتفرّج، مش option. فاهمين قصدي؟ أنا اللي خدت القرار من الأول، أروح لمامتي أقول لها مامي please مش عايزين تلفزيون. يمكن حماتي وحمايا هم أكتر اتنين بيشغّلوا له تلفزيون، فباحاول على قد ما أقدر إنه بعد مثلًا شوية خلاص يالّا نلعب، يالّا نلعب، فهو برضه still بقى رابط إنه ممكن عند أنا وجدو شوية، لكن برضه في البيت مش دي حاجة طبيعية عندنا، ما بقاش norm. حتى أنا كيارا باتفرّج لمّا هُم بيناموا، أو لو هو في الحضانة، أو لو هو بيعمل حاجة مع حد، فعندي أوقات تانية أتفرّج عليها بس مش وهُم معايا. ليه أو مش ليه ده topic تاني، أنا باقول لكم دلوقتي أنتم سألتوني على الcase بتاعتي فأنا بارُد عليها، والمغزى من الرَد إنه أنا اللي باقرر مش هو. قولوا لي عامةً إيه أصعب حاجات يعني بتواجهكم في حتّة التربية وenforcing الrules دي على ولادكم، وأعمارهم قد إيه برضه؟ أنا برضه باتكلّم على سِن صغير أوي. أكيد كل ما بيكبر كل ما هو بيحتاج وبيشوف العالم الخارجي وبيشوف إن إيه ده الله ده في حاجة اسمها تلفزيون فبيطلبها أكتر، فدي ليها tackling بطريقة مختلفة. بس أنا باكلمكم على الstage دي دلوقتي، فقولوا لي برضه في الcomments ونشوف ممكن نتناقش في إيه في topics جاية في فيديوهات جاية، وأشوفكم الحلقة الجاية.